السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبائي ذوي الصف السادس الابتدائي. مكملين إن شاء الله النهاردة في مادة اللغة العربية ودرسنا الجديد بعنوان نريد أن نلعب. أعيش مع أسرتي في عمارة سكنية مكونة من 10 طوابق، وفي أول يوم من الإجازة قررنا اللعب بأحد ممرات العمارة، فمساحته كبيرة، وبدأنا نلعب لعبة الاختباء، فارتفعت أصواتنا، ثم لعبنا بالكرة فازدادت أصواتنا ارتفاعا. أخذ الجيران يشكون من ارتفاع أصواتنا وطلبوا منا الكف عن اللعب، لكن هذا هو المكان الوحيد المناسب للجري واللعب، فحزنا واضطررنا للجلوس في منازلنا. وهنا قرر أهلي التدخل ومناقشة المشكلة معنا أولا، فقام أبي بعمل اجتماع معنا وجلس يناقشنا ويسمع آراءنا واقتراحاتنا لحل المشكلة. فوضحت الصورة لديه، فنحن نريد اللعب والاستمتاع بطفولتنا، ومن الصعب أن نلعب في هدوء بلا حركة أو صوت. ثم قام بعمل اجتماع مع كل سكان العمارة وتحدث معهم عن المشكلة، فانقسمت الآراء إلى قسمين. القسم الأول لديهم أبناء وقد اعتادوا أصواتهم وصرخاتهم وحركاتهم الكثيرة، فليس لديهم أي مانع في اللعب بالممرات. والقسم الآخر إما هم كبار السن الذين لا يستطيعون تحمل هذه الأصوات، وإما أسرة لديها طفل رضيع ترجو أن ينام بهدوء دون إزعاج، فهم يرفضون أن نلعب بالممرات. اجتمع كلا القسمين على أننا من حقنا اللعب وممارسة طفولتنا بحرية وسعادة، ولهذا فقد وضعوا حلا للمشكلة، وهو أن قاموا بالاتفاق مع مركز الشباب بالمنطقة على حجز ملعب الكرة ساعتين يوميا لنا، وستقسم مهام الإشراف على الأهل بالتناوب، فكل يوم ستكون هناك أسرة مسؤولة عن الإشراف علينا بالمركز. وبالفعل أصبحنا نتجمع يوميا في مركز الشباب ونلعب بحرية واستمتاع ودون إزعاج الجيران. واحد، فكر نشاط، انظر إلى الصورة وأجب. يجلس الأب مع الأطفال لمناقشة مشكلة وحلها. فما هذه المشكلة؟ المشكلة زي ما قلنا في القصة، يريد الأطفال اللعب في ممرات العمارة، ولكن الأصوات والصرخات تسبب الإزعاج لجيرانهم. وهل استطاعوا التوصل إلى حل؟ نعم. وما هو؟ يبقى هو الحل. قاموا بالاتفاق على حجز ملعب الكرة في مركز للشباب لمدة ساعتين يوميا، ويتولى الأهل الإشراف عليهم بالتناوب. 2. اقرأ واكتشف. نشاط ألف، اختر المعنى المناسب للكلمات الملونة مما يلي: كلمات بالتتابع: الامتناع، تعود، مضايقة، متابعة. طلب مني أبي الكف عن الشجار. الكف الكلمة اللي هي باللون المختلف معناها بالتتابع، الامتناع، تعود، مضايقة، متابعة. طلب مني أبي الكف يعني الامتناع عن الشجار. اعتاد الطالب الاستيقاظ مبكرا. اعتاد اللي باللون المختلف معناها بالتتابع ولا تعود، مضايقة، متابعة. اعتاد يعني تعود الطالب على الاستيقاظ مبكرا. طلبت مني أمي اللعب دون إزعاج أبي فهو نائم. إزعاج اللي باللون المختلف معناها بالتتابع ولا مضايقة ولا متابعة. إزعاج، مضايقة. طلبت مني أمي اللعب دون مضايقة أبي فهو نائم. طلبت مني المعلمة الإشراف على أداء مجموعتي. الإشراف على معناها بالتتابع ولا متابعة. طلبت مني المعلمة متابعة أداء مجموعتي. ننظف غرفتنا أنا وإخوتي بالتناوب كل أسبوع. بالتناوب معناها بالتتابع. ننظف غرفتنا أنا وإخوتي بالتتابع كل أسبوع. يبقى الكف معناها الامتناع، اعتاد، تعود، إزعاج، مضايقة، الإشراف على معناها متابعة، بالتناوب معناها بالتتابع. طبعا المعنى هو المراد هو المرادف. نشاط ب، أجب عن الأسئلة الآتية. 1. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. ألف، كانت العمارة السكنية مكونة من 5 ولا 7 ولا 10 طوابق؟ كانت مكونة من 10 طوابق. ب،
كان الأطفال يلعبون في الممرات الحديقة السطح. كانوا يلعبون في ممرات العمارة. 2. اكمل. اختلفت ردود أفعال الجيران في رفض اللعب، فهناك من نقط من أول حاجة كان من رفض أن نلعب، رفض أن الأطفال يلعبوا، وآخر مجموعة تانية من الجيران قاموا بالشكوى لأهلنا، وآخر مجموعة برضو من الجيران وضع حواجز لمنع الأطفال من اللعب. 3. استخرج من القصة جمع ممر. جمع ممر من القصة اللي احنا قريناها ممرات. ومضاد قصيرة، مضاد يعني عكس، مضاد قصيرة طويلة. ومضاد هدوء، برضو مضاد يعني قلنا يعني عكس، مضاد هدوء إزعاج. موجودين كل الكلمات دي في القصة اللي احنا قريناها. 4. هل أعجبك حل المشكلة؟ طبعا اللي هم اشتركوا في مركز شباب وحجزوا ملعب كرة القدم لمدة 2 ساعة يوميا. أعجبني هذا الحل؟ نعم. وهل لديك حلول أخرى لها؟ لا، لأن هذا هو الحل الأفضل الذي يرضي جميع الجيران. نشاط ج. قم بتحليل المشكلة. المشكلة كانت أن يريد الأطفال اللعب في ممرات العمارة، ولكن أصواتهم العالية تسبب الإزعاج للجيران. رأي الأطفال كان من رأيهم أن من حقهم اللعب والاستمتاع بطفولتهم. رأي سكان العمارة انقسموا إلى قسمين: الأول لا يمانع لعب الأطفال في الممرات، والثاني يرفض لعبهم. اجتمع الرأيان أن الأطفال من حقهم اللعب وممارسة طفولتهم بحرية وسعادة. وكان الحل أن الاتفاق مع مركز شباب المنطقة على حجز ملعب كرة القدم 2 ساعة يوميا لأطفال العمارة، ويتناوب الأهل مهام الإشراف عليهم. نشاط د. اختر 3 كلمات مما يلي وضعها في جملة من تعبيرك. عندنا الكلمات شكوى، الكف، اعتادوا، تناوب، الإشراف على. أول جملة اخترنا شكوى: تقدمت بشكوى إلى مدير المدرسة. كلمة تناوب ندخلها في جملة: تناوب الوالدان الاعتناء بالطفل. الإشراف على ندخلها في جملة: يقوم المدرس بالإشراف على التلاميذ. 3. لاحظ واكتشف. نشاط: ابحث عن الكلمات مستخدما اللون المطلوب كما في المثال. حوط باللون الأزرق على صاروخ. كلمة صاروخ هو حلها الصاد والألف والراء والواو والخاء، حوط عليها باللون الأزرق. كلمة فضاء أنا بقى اللي حوط عليها حرف الفاء والضاد والألف والهمزة، حوط عليها باللون الأزرق. قمر القاف والميم والراء، حوط عليها باللون الأزرق. حوط باللون الأحمر على ينطلق، أولها ياء اهي، ياء والنون والطاء واللام والقاف، حوط عليها باللون الأحمر. يسبح الياء والسين والباء والحاء، حوط عليها باللون الأحمر. يهبط الياء والهاء والباء والطاء، حوط عليها باللون الأحمر. حوط باللون الأخضر على في الفاء والياء، حوط عليها باللون الأخضر. على العين واللام والياء، حوط عليها برضو باللون الأخضر. إلى الألف واللام والياء، حوط عليها باللون الأخضر. طيب هو بيقولي بقى الكلمات الزرقاء هي أسماء، أفعال، حروف. الكلمات الزرقاء اللي هي صاروخ، فضاء، قمر، وعندي كلمات منونة تبقى أسماء. الكلمات الحمراء هي أسماء، أفعال، حروف. الكلمات الحمراء اللي هي ينطلق، يسبح، يهبط، دي أفعال مضارعة. الكلمات الخضراء هي اللي هي في، على، إلى، دي أسماء ولا أفعال ولا حروف؟ دي حروف جر. 4. لاحظ وتعلم. نشاط أ. صنف الكلمات الآتية داخل الجدول. طبعا احنا قلنا في فيديو قبل كده عن أقسام الكلام: الاسم والفعل والحرف. والاسم هي كل كلمة تدل على اسم إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو مكان أو صفة. الاسم كمان ممكن ندخل عليه الألف واللام، والاسم ينون. الفعل هو ما دل على حدث معين في زمن معين، وهو 3 أنواع: فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر.
والحرف هي كلمة ما بنفهمش معناها غير لما تدخل على الاسم، وهي بتنقسم إلى حروف جر وحروف العطف. وحروف العطف 3: الواو والثم والفاء. نقرا مع بعض: كتاب، ونجح الطالب، شمس، على، يذاكر، ثم اكتب. كتاب فيها تنوين يبقى دي اسم، لأن الاسم ينون، الفعل لا ينون. و حرف من حروف العطف. نجح فعل ماضي. الطالب فيها ألف ولام يبقى دي اسم. شمس عليها تنوين يبقى دي اسم. على حرف جر. يذاكر فعل مضارع. ثم من حروف العطف يبقى دي حرف. اكتب فعل أمر. نشاط ب: اكمل الجمل بما هو مطلوب بين القوسين. ملك الغابة، عايز اسم. الاسم اللي هو ملك الغابة الأسد ملك الغابة. الطبيب المريض، وعايز فعل. يعالج الطبيب المريض، فعل مضارع. يجلس الطالب الكرسي، عايز حرف، يبقى يجلس الطالب على الكرسي. نشاط ج: عبر عن الصورة في 3 جمل تحتوي كل جملة على اسم وفعل وحرف. طيب، أول جملة بتعبر عن هذه الصورة: تجلس البنت على الكرسي. تجلس فعل مضارع، البنت اسم، على حرف جر، يبقى كده الجملة فيها فعل واسم وحرف. جملة تاني: ينظر الأطفال إلى اللعبة. ينظر فعل مضارع، الأطفال اسم، إلى حرف جر، يبقى احنا جبنا ايه في الجملة؟ فعل واسم وحرف. آخر جملة: يفكر الأطفال باللعبة. يفكر فعل مضارع، الأطفال اسم لأنه فيه ألف ولام، الباء هنا حرف جر يبقى هو ده الحرف، يبقى الجملة فيها فعل واسم وحرف. 5. شارك. نشاط أ: فكر مع أصدقائك في مشكلة دائما ما تحدث بالمدرسة، وقوموا بتحليلها، وفكروا في حلول لها وعرضها على معلمك. المشكلة إيه؟ يرمي التلاميذ القمامة في فناء المدرسة. أسبابها: عدم توعية التلاميذ وإهمالهم. حلها: طب نحلها إزاي؟ وضع لافتات للحفاظ على نظافة المدرسة. أجب عما يلي: ما سبب شكوى الجيران؟ شكوى الجيران أن الأطفال يصدرون أصواتا مرتفعة في أثناء اللعب. لماذا اختار الأطفال أحد ممرات العمارة للعب بها؟ اختار الأطفال أحد ممرات العمارة لأن مساحته كبيرة ومناسبة للعب والجري. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. 1. كانت العمارة السكنية مكونة من 7 طوابق. إجابة صحيحة أم خاطئة؟ إجابة خاطئة، كانت مكونة من 10 طوابق. 2. كان الأطفال يلعبون في السطح. كانوا بيلعبون في سطح العمارة. الإجابة خاطئة، في أحد ممرات العمارة. 3. قام الأب بعمل اجتماع مع السكان. الإجابة صحيحة. 4. أنسب مكان للجري واللعب دون إزعاج هو مركز الشباب. الإجابة صحيحة. 5. بدأ الأطفال بلعب الكرة. طبعا بدأ الأطفال اللعب بلعبة الاختباء. الإجابة دي خاطئة. ضع خطا تحت المختلف. في، من، يلعب، على. الكلمة المختلفة منهم؟ طبعا في حرف جر، ومن برضو حرف جر، على حرف جر، لكن يلعب فعل مضارع، يبقى هو ده المختلف، نضع تحتها خط. يناقش، يسمع، يرفض، أمي. ايه المختلف هنا؟ يناقش فعل مضارع، ويسمع برضو فعل، ويرفض فعل، يبقى أمي هي اللي مختلفة. دي ايه؟ اسم. جيران، طريق إلى الإسكندرية. ايه اللي مختلف هنا؟ جيران اسم، الجيران. طريق برضو اسم، الطريق. وهنا الإسكندرية فيها ألف ولام يبقى دي اسم، يبقى 3 دول أسماء. إلى حرف جر، يبقى إلى هي اللي مختلفة، نضع تحتها خط. كده الفيديو بتاعنا يكون انتهى النهارده. متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. اشوفكم في أتم صحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.